السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل رز بلبن. قلت اعمله معاكم كده. دول حوالي 3 كيلو لبن. بتضيفي لهم نص كيلو سكر او على حسب ما انتي بتحطي السكر بتاعك. في ناس بتحبه مسكر او في ناس طبعا بتبقى عامله دايت فبتحط السكر. بس هو المظبوط بتاع ال3 كيلو لبن بتحطي نص كيلو سكر. طبعا السكر بنحط لما اللبن يبدأ في الغليان عشان خاطر يدوب منك بسرعة. هنكون دوبت اللبن كله. معايا كوباية رز غسلها كويس قوي. اهم حاجه تغسلي الرز بتاعك كويس قوي ومنقوعه شويه. طبعا اللي بيقول لك احنا بسوي الرز في ميه وبعدين ارجع احطه على اللبن ده غلط. الرز يا جماعه بيستوي في اللبن عادي جدا. مفيش اي حاجه يعني. ما انت مثلا بتعملي رز معمر بيستوي فيه. اللي يقول لك ما بيستويش لا بيستوي. ومعايا كيس فانيليا عشان خاطر ريحه اللبن وكده برضو. ده كله هنضاف ورا بعضه. بدأتي بالسكر دوبتيه كويس وبعدين حطيت الرز بتاعك حوالي فنجان رز اللي هو المج ده. وبعدين كيس الفانيليا. تبدأي بقى ايدك فيه عشان خاطر ما يشيطش منك. ايدك فيه على طول. كل شوية تمسكي الحباية كده تشوفيها لحد ما تلاقي استوى خالص منك. هنا كنت خلاص خلصت السوا. معايا كيس نشا. 3 كيلو لبن طالما هتعملي رز بلبن بياخدوا كيس واحد نشا. انما لو بتعملي مهلبية الكيلو بياخد كيس. لان الرز طبعا احنا عارفين ان هو فيه نشا بيساعد طبعا ان هو يعمل الرز بلبن ده مش زي المهلبية مبيبقاش فيها اي نشا خالص. ال3 كيلو بياخدوا كيس لو هتعملي رز بلبن. انما لو مهلبية بياخدوا الكيلو بياخد كيس. طبعا كان خلاص الرز بتاعي كان استوى خالص بقى واتهرى كده مني. هبدأ ان انا احط النشا بقى. طبعا بتدوبي النشا بتاعتك في ميه ساقعه عشان ما تكلكعش منك وانتي بتلاقيها في اللبن. ايدك بتبقى معاها بتقلب عشان ما يكلكعش لان لو كلكع منك استحاله هيفك. ايدك بتفضل فيه طول ما انتي بتصب. ايد بتصب وايد بتقلب. خلاص هنا انا كنت حطيت معايا طبعا النشا برضو لها سوى تاني. عشان خاطر ما تحطيش النشا وبعدين تقومي طافيه لا. انتي بتحطي النشا وتسيبيه شويه يغلي عشان خاطر النشا تستوي رخرة. لو وصلت لحد هنا معايا اعمل متابعة للقناة ودوس لايك واكتب لي تعليق حلو كده. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة. طبعا ده رز اللبن ده طبعا حلو جدا للأطفال. واحنا عملناه كبديل للزبادي بتاع السحور. طبعا الزبادي احنا بنجيبه كده فقلنا نغير نعمل ايه حاجة احنا اللي عاملينها يعني. طبعا احنا قلنا نعمل ايه رز بلبن. ايدك فيه لحد ما تلاقيه بدأ بقى يعمل بقبقة فوق كده. يبقى كده خلاص هو استوى. تبدأي بقى تغرفي معاك. طبعا بيتغرف وهو سخن. بس كده كان خلاص كان خلص معايا تماما بقى. هبدأ ان انا اجهز بقى الحاجات اللي هتغرفي فيها بقى ايا كان هي علب اطباق اللي هي الكبات دي او اطباق الجيلي او السلطانيات بتاعتك تبدأي تغرفي فيها. بس بتغرف وهو سخن. انا كنت خلاص خلصت بقى نزلته من على النار. تغرفيه بقى وتسيبيه يبرد خالص وبعدين تدخليه التلاجة. في ناس بتحط الزبيب في الرز بلبن نفسه وتقلبه. في ناس بتحطه على الوش. في ناس بتحطه ما تحطش خالص. على حسب دي حرية شخصية بقى. انا طبعا بحطه على الوش كده بيبقى شكله حلو يعني. خلص بقى كل الكمية بتاعتي. اغرفها كلها واركنها تبرد بقى وبعدين ابدا ان انا ادخلها التلاجة. هنا طبعا مش دي الكمية اللي انا عملتها. لسه في كمان كام طبق كده ورا بس الرخامة ما خدتش فانا كنت حطاهم ورا كده. بس طبعا ما شاء الله ال3 كيلو لبن عملوا معايا كمية كويسة. طبعا بتحطي بقى زبيب جوز الهند وسوداني. بس احنا هنا انا جوز الهند بتضايقني ما بحبهاش. وطبعا السوداني في عيال عندي ما بتحبهوش. فانا اللي احنا مجتمعين عليه الزبيب فانا بحطه وخلاص هو حاجة واحدة يعني. طبعا مكسرات تانية بقى بس المكسرات دي طبعا يعني عارفين ان اسعارها غالية حبتين 3 4. طبعا الزبيب هو اللي متوفر معانا. شفتوا بعد السحور كده تاخدي واحد او تدي ابنك واحد اللي بيصوم. جميل. وطبعا لو عندك اطفال اصلا فاطرين بيفطروا معاه بياكلوا منه والهنا والشفا.